السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم معنا في قناتكم قناة عين العالم، والتي تأتيكم بكل ما هو جديد. متابعينا مشاهدينا، اليوم جئناكم بهذا الفيديو للحديث فيه على خبر عاجل تبعا للبرقية المستعجلة المرسلة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل المتعلقة بالنشرية الجوية الخاصة، التي تحذر من هبوب رياح قوية تصل إلى 120 كم في الساعة من يوم الثلاثاء 27 جانفي 2026 على الساعة 3 زوالا إلى غاية يوم الخميس 29 جانفي 2026 بالولايات الآتية: تلمسان، عين تيموشنت، مستغانم، سيدي بلعباس، سعيدة، تيار، تيسمسيلت، معسكر غليزان، النعامة، البيض، الشلف، تيبازا، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، عين دفلة، البليدة، المدية، البويرة، جيجل، سكيكدا، عنابة، الطارف، برج بوريريج، السطيف، ميلا، قالمة، أم البواقي، خنشلة، تبسة، بسكرة، المسيلة، الجلفة، الأغواط، ولاد جلال، سوق هراس، باتنا، وقسنطينة. وعليه فإن وزارة التربية الوطنية تعلن عن تعليق الدراسة في جميع المستويات التعليمية يومي الأربعاء 28 والخميس 29 جانفي 2026 في الولايات المذكورة أعلى. إخواني أخواتي، هذه نشرية خاصة وبلغ هذا من وزارة التربية، يعني جميع المستويات، يعني ما يقراوش تاع السنة الابتدائي والمتوسط والثانوي، جميع المستويات ما يقراوش. يومي غدوة ان شاء الله الاربعاء والخميس ان شاء الله ما يقراوش، لخاطر كاين فيه رياح قوية، المياه حتى 140 كم في الساعة. يعني خوتي تولوا على رواحكم وتولوا على ولادكم، ما مسمى الناس اللي يخرجوا ولا الخدامه اللي يخرجوا يتولوا. ما كان لا يخرجوا مثلا البالك، وقت كي يخرج البالك ويدير حسابه مثلا اللي ما يوقفوش على البوطو تاع التيسيتي بوسك يتقطعوا لي كابل يزيد يزلف كان شي واحد. مثلا الكروات تاع الزجاج يفيدو، مثلا الواجهات اللي مبهيين بالزجاج كما المحلات مثلا، ولا ما في الديار مثلا يفيدو. المهم حوايج تاع الزجاج اللي يتكسروا، ولا مثلا في ما تمشيش بحال في الغابه بويسك يقلع على الشجر، بويسك في حديقه يقلع الشجر على بالك ويجيبها على راسك. فهمتوا خوتي؟ الاعزاء مشاهدينا الاوفياء، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه، ولتساؤلاتكم اكتبوا في التعليقات ونحن نجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.